لو أنت عايز تحدد شخصيتك، شيء مهم جدًا كمان إن أنت تختار العطر المناسب بالنسبة لك. العطر المناسب بالنسبة لك ده طبعًا أول حاجة أنت بتستمتع بالعطر، كمان ما بتضايقش اللي جنب منك. العطر اللي هاتكلم عليه النهارده هو واخد طابع مميز جدًا، طابع عربي. هو الشركة من فخر، يعتبر فخر الصناعة العربية بشكل عام، هي شركة أمواج. طبعًا اتكلمت عن شركة أمواج، يعني في عطور اتكلمت عنها. النهارده هنتكلم على عطر مميز جدًا اللي هو انترلود الأزرق زي ما أنت شايف دلوقتي. العطر ده من العطور المميزة جدًا الفخمة، اللي أنا على المستوى الشخصي باحس إن هي واخدة طابع عماني، طابع عماني بكل ما فيها، يعني بالشكل، بالإحساس، كمان بالريحة بتاعتها. ريحة مميزة طبعًا. الريحة ما ينفعش إن أنت تستخدمها. هو طبعًا الريحة في البداية، بس عايز أقول إن الريحة دي ذكورية في المقام الأول. العطر قوي جدًا. طبعًا عشان عطر قوي لازم يكون عطر كلاسيكي. بيستخدموها الشخصيات اللي بتبرز شخصيتها، عايز يبرز شخصيته في المكان. العطر ده هيكون مناسب جدًا لمدير، صاحب شركة، CEO. الشيء ده بيكون مهم جدًا إن أنت تستخدم العطر فيه. العطر واخد طابع عماني زي ما أنا باقول لك، واخد طابع عماني. طبعًا في الباتشولي، في الجريفروت، في مجموعة من الزيوت العطرية في البداية. طبعًا في الدوباي كمان العربي، وعلى فكرة في زهرة السوسن، في مجموعة كبيرة من الزيوت العطرية. في البداية بتحس بقوة العطر، بعد كده أمّا بيهدى معاك العطر بيهدى معاك على نوتة هادية. كمان العطر يا جماعة بتحس فيه بنكهة، عايز أقول نكهة بخورية. النكهة البخورية مميزة جدًا، جدًا، جدًا فيه. أنا أحس إن العطر ده هيكون مناسب جدًا لو أنت طبعًا عندك عمل، يعني رايح للعمل يعني أو الدوام. هيكون مناسب جدًا بالنسبة لك. العطر يستمر معاك كثبات، يعني كثبات يقعد معاك يومين. طبعًا من العطور اللي فعلًا بتحس بالتميُّز بتاعها. عارف كده لمّا أنت بتستخدم عطر بيكون عطر مميز كده بيبرز الشخصية بتاعتك، أهو العطر ده هيكون مناسب جدًا بالنسبة لك. علشان كده أنا أنصحك جدًا بيه. كمان أنا هاسيب لك رابط بإذن الله أسفل الفيديو، في الوصف تقدر تطّلع أكتر عن النوتات العطرية، تقدر يعني تقوّي معلوماتك طبعًا عشان تاخد قرار مناسب جدًا إذا كنت أنت تشتري العطر ده والّا لأ. أنا على المستوى الشخصي أنا أنصحك بيه، يعني أنصحك جدًا بيه، بس أنصحك جدًا بيه في فصل الشتاء، يعني خصوصًا في فصل الشتا تقدر إن أنت تستخدم العطر. العطر مش هينفع معاك في فصل الصيف إطلاقًا، لإن العطر ده هيكون مختلف معاك في فصل الصيف، لإن ريحته قوية. يعني مش هيناسب الصيف إطلاقًا يعني. العطر هيناسب فترة الشتا. كمان ما ينفعش إن أنت تلبس تيشيرت أو كوتشي، يعني sport مثلًا، وإن أنت تعطّر بالعطر. لأ، أنا أشوف إن أنت لازم تكون كلبسك مثلًا شُماغ، يعني شُماغ، أو أنت لابس مثلًا بدلة، فالعطر هيكون مناسب جدًا بالنسبة لك. الأجواء الشتوية هتكون طاغية عليه. أحلى حاجة اللي بيميز العطر ده الريحة البخورية اللي جاية فيه. ريحة اللبان هتحس فيها باستمتاع، ريحة برضه سويتية هتحس بيها بلمسات خفيفة جدًا من الرائحة السويتية الموجودة فيها. هتكون مميزة جدًا، هيستقر معاك على الباتشولي. فخامة زيت الباتشولي يا جماعة أنا اتكلمت عنه مرارًا وتكرارًا. زيت الباتشولي من الزيوت المميزة جدًا اللي فخمة، اللي يعني هتحس بيها برونقها، بفخامتها. والجميل كمان لمّا تحس بيها بالنوتات العطرية، لمّا يكون فيها نوتات عطرية من الراتنجات كمان واللبان العربي. باختصار العطر مميز جدًا، مناسب جدًا بالنسبة لك، أيًا كان السعر بتاعه شوية مرتفع، ممكن يناسب يعني أشخاص معيّنين يعني، ولكن العطر هو موجه للشخصيات دي.
فلو انت بتبحث عن عطر هيبرز شخصيتك، انصحك جدا بالعطر ده. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محروسة